السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا كلام كتير جدا على النادي الأهلي وصفقات نادي الأهلي. عندنا كلام كتير جدا على نادي الزمالك وخناقات نادي الزمالك وخناقات لعيبة نادي الزمالك. وعندنا هنتكلم على مباراة الأهلي والمصري ومباراة الزمالك المهمة جدا مع نادي النصر. كنا اتكلمنا من فترة كبيرة جدا على رضا سليم، وقلنا رضا سليم يا جماعة في النادي الأهلي، والفيديوهات عندي أنا مأكد على الكلام ده من فترة طويلة جدا جدا إن شاء الله. امبارح نزلت صورة رضا سليم وهو في المطار استقبله الكابتن سمير عدلي، والنهارده وقلت امبارح ان شاء الله باذن الله النهارده الاهلي هيعلن عن صفقه رضا سليم. فعلا الاهلي بالفعل اعلن عن صفقه رضا سليم، ورضا سليم اهلاوي لمده 4 سنين ان شاء الله. لعيب مهاري جدا، لعيب سريع جدا، لعيب هيدرز، لعيب بيشوط برجله الاثنين، بيلعب وينج رايت وبيلعب وينج ليفت. وان شاء الله باذن الله هنتفرج على لعيب حكايه، لعيب كويس جدا جدا جدا، وليه طعم تاني كده غير اي لعيب جه مصر تقريبا. فان شاء الله باذن الله هنتفرج على لعيب كويس. واللعيب ده احنا قلنا مستر كولر كان بيفضله الاول، يعني هو رقم واحد، وبعد كده رقم اتنين كان رمضان صبحي، ورقم ثلاثة كان بن شرقي. واللي أكد على كلامي اللي هو أفضل من بن شرقي ميدو في المحادثة اللي كان عاملها، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده. فاللعيب إن شاء الله بإذن الله نتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي، نتمنى له الانسجام مع الفريق. هنتفرج على لعيب كويس جدا 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 هيفيد النادي الأهلي ويفيد منتخب المغرب الشقيق. طيب الكلام على كهربا وموضوع الغرامه بتاع الكهرباء. كهرباء خلاص حضر الفلوس ومستني الاوكي من المحامي بتاعه بطريقه الدفع والحساب بتاع نادي الزمالك، والراجل هيروح يعمل ايداع في حساب نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله بقيمه الغرامه بتاعته. وكهربا كده بعد تسديد الغرامه دي هنشوف لعيب تاني خالص غير اللي احنا بنتفرج عليه. حتى لو احنا معجبين بادائه وبالاهداف اللي هو بيجيبها، لا هنشوف لعيب احسن ان شاء الله باذن من كده، احسن من كده، وهيكون ذهنه صافي. وان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى نشوف كهربا في صوره كويسه في الملاعب ان شاء الله باذن الله. طيب احنا اتكلمنا على رضا سليم، واتكلمنا على الطريقه بتاعه الاعلان بتاعته، والاعلان بتاعه كان بطريقه شيك جدا وجديده جدا ما اتعملتش في اي فريق في الوطن العربي او داخل النادي، دخل مصر عامه. طيب المهاجم وقصه المهاجم، والناس بتسالنا عن المهاجم. يا جماعه احنا قلنا المهاجم الاهلي مركز بنسبه 100% مع سوزا، بس موضوع سوزا ده 50-50. الراجل موافق اللي هو يجي الاهلي ومضى على العقود ومضى على كل حاجه وعارف مستحقاته وكل حاجه، والنادي بتاعه ما عندوش مشكله. المشكله الوحيده عند النادي بتاعه هي اللي هو النادي بتاعه ما جابش راس حربه، والمدير الفني مش عايز يفرط في سوزا. سوزا لو جه هيبقى راس حربه ممتاز جدا ويقدر يفيد النادي الاهلي، ومستر كولر مقتنع بالراجل ان شاء الله. لو ما جاش احنا قلنا على اللعيب الافريقي اللي كاميروني بيلعب في الدوري البرتغالي، وان شاء الله باذن الله هيبقى راس حربه ممتاز جدا 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 مع شريف مع كهربا. نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عارفين ان شريف مصاب مش هيلعب ماتش المصري، هو وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. ليه الوقف بتاعه كان واخد كارت احمر في المباراه بتاعت بيرنز في الكاس، فالراجل مش هيقدر يلعب المباراه الجايه بتاعت نادي المصري. فالثلاث لعيبه دول محمد شريف وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم الثلاثه خارج مباراه المصري. احنا عارفين ان شاء الله باذن الله المباراه بتاعت المصري هتكون يوم الخميس. نتمنى الاهلي التوفيق، نتمنى اللعيبه تنزل عندها شراسه هجوميه شويه، اللعيبه تركز قدام المرمى شويه، لان الاهداف اللي بتضيع النادي الاهلي كتيره جدا، وما اتمناش ان احنا نضيع كميه الاهداف دي في مباراه زي مباراه المصري، لان عندهم لعيبه كويس وعندهم مدير الفني بتاعهم علي ماهر كويس جدا جدا بيعرف يلاعب النادي الاهلي. فاتمنى الاهلي واللعيبه ينزلوا مركزين ونقدر نخلص الماتش ده من الشوط الاول ان شاء الله، لان المباراه تبقى صعبه، مش عايزين نصعبها على نفسنا في الشوط الثاني
او يكون الاهلي جايب هدف واحد ممكن يتعادلوا في اي وقت. فاتمنى ان شاء الله باذن الله من اللعيبه التركيز، ويحطوا الكلام ده كله في اعتبارهم، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. طيب كنا الاهلي عمل النهارده حاجه جميله قوي مع سعد سمير ومع محمد محمود. احنا عارفين الاهلي استغنى عن سعد سمير واستغنى عن محمد محمود، وادالهم الاستغنى بحيث اللعيبه لما يمضوا في اي نادي يقدروا ياخدوا القيمه بتاعه العقد بتاعهم الجديد كلها. فالاهلي شكرهم، وزي ما الكابتن خطيب عمل مع ايمن اشرف، عمل مع سعد سمير وعمل مع محمد محمود. طيب احنا كنا اتكلمنا على اللعيبه اللي رجعت من الاعاره. اللعيبه اللي رجعت من الاعاره هتخرج تاني بنسبه كبيره قوي مصطفى البدري، وبنسبه كبيره جدا زياد طارق، مع اللعيبه اللي احنا قلنا ممكن تخرج اعاره لنادي زد، مع اللعيبه اللي اتباعت لنادي زد. طيب الزمالك، كلام كتير على نادي الزمالك والبطوله العربيه والمشاكل بتاعه شيكابالا وزيزو النهارده في ارض الملعب مع نادي الشباب السعودي. الزمالك النهارده للاسف خسر 1-0. كنا نتمنى للزمالك حتى على الاقل يطلع متعادل في الماتش ده، يبقى عنده 4 نقط، بس قدر الله ما شاء فعل. و شخصيا شاكك في ضربه الجزاء بتاعت نادي الشباب، يعني بنسبه كبيره جدا مش ضربه جزاء. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لنادي الزمالك، عنده مباراه مهمه جدا 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 مع نادي النصر ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه. اتمنى للزمالك يقدر يحسم الماتش ده باذن الله بنتيجه واداء ان شاء الله باذن الله. طيب النهارده التشكيله اللي لعبت لنادي الزمالك: حارس مرمى كان صبحي والمسلوس وعبد الغني والزناري في الدفاع، حاتم سكر وعمرو السيسي ودونجا خط النص، فتوح والجزيري وزيزو وشيكابالا. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لنادي الزمالك في البطوله دي، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله الزمالك هيصعد ويقدر يحصد البطوله ان شاء الله باذن الله. طيب الخناقه النهارده بتاعت شيكابالا، عايزين نقول حاجه بس لشيكابالا. شيكابالا انت لعيب كبير، كابتن فريق كبير، يعني هو والاهلي يعتبروا في اكبر ناديين في الشرق الاوسط وفي الافريقيا وفي عامه المنطقه العربيه بتاعتنا كلها. فاتمنى من شيكابالا اللي هو يهدى شويه، عمل مشكله من لا مشكله، وما كنتش اتمنى حاجه زي كده تحصل في السعوديه. طيب في النهايه بحب اشكر حضراتكم، و اتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.